كنت في عزا وبعدين الشيخ القارئ وهو أخ وحبيب وصديق من زمان. المهم ربنا فتح عليه النهاردة وكان شيء جميل وأنا انبسطت أكتر بصراحة. ولما تسمع الشيخ وجها لوجه ومع الصوتيات اللي موجودة الموضوع بيفرق جامد. المهم الشيخ الله يبارك له كان بيقرأ من سورة النمل قصة سيدنا سليمان مع الهدهد لغاية لما وصل لقوله تعالى: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وقالها بإحكام ونغم حاجة ما شاء الله. أنا اتأثرت وعمال أقول بيني وبين نفسي كده: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. المهم الناس بقى تقول إيه؟ الله الله. الشيخ بيقول: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، للشمس. والناس مبسوطة أو جزء من الناس مبسوطة ومتسلطنة. هو طبعا اللي قال كده طبعا وقطعا وكل حاجة هو مش مدرك الكلام. هو اتسلطن، هو مبسوط من الصوت الشجي ومبسوط من النغم، لكن مش مركز في معاني الكلمات. وده سبب الفيديو اللي خلاني أقوله إن السمع ده نعمة كبيرة جدا، ليه نشوة وليه سكرة جامدة جدا. لذلك يعني اللي يدفع مبلغ كبير عشان يجيب الشيخ الفلاني، هو الموضوع مش وجاهه وفشخرة بس، الموضوع فعلا في ناس سميعة. وبرضه كنت تسمع زمان اللي باع أرض ولا اللي صرف فلوس كتير عشان يسمع المغنية الفلانية، وطبعا ده سفه ومفيش مقارنة طبعا مع اللي بيسمع القرآن. بس كنت بتلاقي كده، كنت بتلاقي النوعية دي. يعني السمع ده زي ما قلت من شوية ليه نشوة، ليه لذة، ليه سكرة، ممكن يخليك تعمل تصرفات وانت مش واخد بالك منها. هسيب لك لينك فضيلة القارئ الشيخ علي السبع في الكومنت، وما تنساش تعمل لايك والشير. ولو حصل لك موقف زي ده في عزا او غيره ممكن تكتبوا لنا. سلام.